يعطيكم العافية جميعا. اليوم احنا مع الشيخ القدير حسن يوسف جايين نعمل لقاء خفيف لطيف ونسأله بعض الأسئلة، نتعلم من خبراته وناخذ منه أجوبة مناسبة. بداية شيخنا، كيف كان رأيك في المهرجان ككل وشو حاب تحكي لنا؟ اولا شيخ من رباك، وانت اصيل، وهذا مو بغريب عليكم، وعندنا وايد كلام حلو عنكم، الله يسلمك. واللي بنقوله بيكون قليل. انا متاكد يعني انتم ناس وافين، واهل الاردن على راسنا، يعني نحن جايين وكلنا اشتياق للاردن واهلها بامانه والله. وفيما يخص المهرجان، كان في شغف كبير خاصة في هذه الدورة، لأن دورة تعتبر استثنائية، بالأخص بعد ما تحول مكان المهرجان إلى البتراء. هذه العروس، هذه المنطقة الجميلة الأثرية اللي أنا يعني مبهور فيها. وبالأخص بعد ما وصلت للبتراء، المنطقة القديمة هذه، ونزلنا وانا اشوف المدن هذه، قلت اقول يا ربي شو انا في حلم ولا بحلم. لا بالفعل، شيء عريق، شيء كبير. تاريخ الاردن، حضارات الاردن، ثقافات الاردن، مو بس مجرد عروس، هي الجمال. هي كل ما بنقول فيها من قصيد كلام حلو قليل في حقها. وغير هذا أهلها قراب منا، قراب من طبيعتنا، من حياتنا، قراب للقلب. وما أخفي عليك أن قمنا نستحي نشوف حد، لأنه يجبرك على عزيمة، إلا يكرمك في بيته، إلا ياخذك لمكان، إلا يعني شو بنقول، شو بنخلي. مهرجان كبير، مهرجان يضم عدد من الدول المهمة، وشفنا أعمال جدا مهمة في هذا المهرجان. ودخلنا بأمانة بكل ما نملك من قوة، حتى نثبت للأردن أن نحن جايين بثقلكم، بثقل ثقافتكم، وننقل ثقافتنا لكم، ثقافة عيال زايد لأي مستوى واصلين نحن. ونحن عارفين هذا المهرجان شو يعني. مهرجان عشيات طقوس، 19 سنة من إبداع، 19 سنة من تاريخ في الثقافة والمسرح. فكنا متحمسين، والحمد لله شرفتونا أنتم بهذا الترحيب، من الاستقبال، من المطار إلى الفندق، إلى الرحلات، إلى الأمسيات أو الندوات